تتفرج على ماتش السعودية وفلسطين وماتش سوريا والمغرب، يجيلك إحباط من حياتك والكرة اللي احنا بنلعبها في مصر. أنا فرحان في الكرة المصرية، فرحان إن الناس دي ده النتاج بتاعها. الناس الفاسدة دي لازم تفضل تتفضح. اتفرج يا راجل على ماتش السعودية وماتش فلسطين. كورة اللي احنا عارفينها، الكورة اللي انت المفروض تتفرج عليها. كورة ممتعة، كورة جميلة، كورة فيها كل حاجة بتتقدم يا راجل. حتى الماتشات لو هتخلص 0-0، والله لو هتخلص 0-0 فانت اتفرجت على كورة. في الاخر هتبقى اسمك اتفرجت على كورة. لكن الماتشات فيها كل حاجة، فيها إثارة، فيها متعة، فيها فيها بقى اهداف، فيها تتفرج على دفاع يا راجل. ده في كورة اتحسبت اوفسايد، الجون بتاع السعودية ظبطت التسلل بتاعت منتخب فلسطين. اقسم بالله وبحلف، اقسم بالله العظيم ما في حد في مصر يقدر ينفذها، ولا مدربين ولا لعيبه. اقسم بالله ظبطت الاوفسايد في الهدف بتاع السعوديه اللي هو اتحسب اوفسايد، اللي هو جابه كنه. ظبطت الاوفسايد من منتخب فلسطين. اقسم بالله ما في حد في مصر يعرف يعملها، ولا مدرب ولا لعيب. يا جماعه احنا ما عندناش اي حاجه، يا جماعه احنا معدومين الفكر والموهبه. احنا ملناش ولا شطار الا في الفساد. احنا مش شطار وجامدين وبنعرف ننفذ حاجه غير الفساد. وانا فرحان في المنظومه المصريه كلها، وفرحان في كل مسؤول هو السبب في النتاج اللي احنا فيه ده. النتاج ده بسبب ان انت عايز كوره في مصر ما فيهاش منافسه. انت عايز كوره ما فيهاش منافسه، فبالتالي انت ما تستاهلش الا ده. انت ما تستاهلش غير انك تتفضح والكوره في مصر تديك على وشك بسبب ان انت فاسد. كورة في مصر موجهة، كورة في مصر مش ماشية الا لنادي واحد. كورة في مصر لازم يخلوها خربانة. عشان ايه؟ عشان نادي واحد يفضل مستفاد. لان لو الكورة في مصر اتظبطت النادي ده مش هيبقى موجود. بأمارة ان بيراميدز بفلوس، بس بفلوس، من غير ما حد يساعده، من غير ما حد يبقى فاسد عشانه، بفلوس بس، خلاص خلاه بيضيع، خلاه مش هيبقى موجود قريب. فانت متخيل بقى لو انت بقيت في دوري وبقيت في منظومه رياضيه في مصر فيها عداله، كل واحد بياخد اللي يستحقه، التعبان بيخسر، الجامد بيكسب، وهكذا. كل واحد بياخد اللي يستحقه. مش هتلاقي النادي اللي كله بيخدم عليه ده موجود. فهم عايزينها خرابه عشان هو يفضل موجود، عشان اللي عايز يغسل فلوس جوه النادي ده يغسل، عشان الشعب لو ينام يرتاح ينام، عشان فانتوا تستاهلوا النتاج اللي احنا عايشينه في الكرة المصرية ده، وتستاهلوا ان كله يطلع وانتوا تفضلوا نازلين بس.